اليوم أود أن أتحدث عن جراحة استبدال الكتف. إذا ما هي جراحة استبدال الكتف؟ كما يوحي الاسم، سنقوم باستبدال مفصل الكتف التالف بمفصل صناعي. ما هي الحالة التي نقوم فيها باستبدال الكتف؟ إحدى هذه الحالات هي التهاب المفاصل الأولي لمفصل الكتف، حيث يحدث تآكل وتمزق في المفصل ويعاني المريض من ألم شديد ولا يستطيع القيام بالأنشطة الأساسية مثل الاستحمام وارتداء القميص وما إلى ذلك. والحالة الأخرى هي الكسور المعقدة لمفصل الكتف التي لا يمكن علاجها بالوسائل الروتينية مثل تثبيت اللوحة أو تثبيت المسمار. والحالة الأخرى هي عندما تكون عضلات مفصل الكتف ممزقة بشكل لا يمكن إصلاحه. المشكلة في كل هذه الحالات، سواء كانت كسور معقدة أو تمزق في عضلات مفصل الكتف أو التهاب المفاصل الأولي، هي أن المريض سيواجه مشكلتين رئيسيتين. إحدى المشكلتين هي الألم الشديد والتيبس. لذلك من خلال إجراء استبدال الكتف نحن نقضي على الألم وأيضا التيبس، وبذلك يتمكن المريض من العودة إلى الأنشطة الطبيعية مع استقرار جيد وحركة بعد الجراحة. والتطورات الحديثة في جراحة استبدال الكتف تشمل التخطيط ثلاثي الأبعاد والطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث نحصل على تصوير مقطعي للمريض قبل الجراحة، ونقوم بعمل نموذج ثلاثي الأبعاد لكامل مفصل الكتف ودقة المكونات التي نثبتها على الجلنويد، وأيضا على العضد تكون مثالية بفضل تخطيط ثلاثي الأبعاد، مما يجعل نتائج المريض أفضل بكثير بعد هذا التخطيط المحوسب وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. لذلك في مستشفيات أبولو نجمع بين هذه التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الشخصية للمرضى لمساعدة مرضانا على تحقيق أفضل النتائج